هذا اللي تشوفه قدامك مو قارب عادي، هذا قارب مخدرات. سفينة تمويه سرية تنقل الكوكايين من أعماق أمريكا الجنوبية إلى شواطئ الولايات المتحدة، وأحياناً توصل حمولتها لحد أوروبا. على مدى 10 سنوات اعترضت السلطات أكثر من 200 سفينة تهريب من هالنوع، لكن الحقيقة المرعبة إن فيه عشرات أو حتى مئات من هالسفن المموهة تبحر الآن في صمت عبر المحيطات، ما حد يعرف عنها شيء. في هالفيديو راح نغوص سوا داخل عالم مظلم وسري جدا، ونستعرض 4 نماذج مختلفة من قوارب التهريب، من التصاميم البدائية إلى قوارب أشبه بغواصات متطورة تعبر المحيطات بدون ما أحد يشعر فيها. كيف تشتغل؟ كيف تبقى خارج الرادار؟ وكيف تحاول خفر السواحل إنها توقفها؟ خليك معي. في آلاف الطرق لتهريب الكوكايين إلى الأسواق المربحة في أمريكا وأوروبا، والسلطات مهما صادرت لسه تخسر